دخل وسجل. والآن محاولة من جانب اسينسيو، مر اسينسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو، عدى وبعد ذلك طالت عليه. وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ انذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم حكم المباراة اعتبر انه تحايل تمثيل من كريستيانو، يستحق عليه انذار ثاني وبعد ذلك يطرد في هذه المباراة كريستيانو. يا إلهي على القرار من جانب حكم المباراة، شوفها من أمتيتي. وبعد ذلك كريستيانو يسقط داخل منطقة الجزاء. الحكم لا يحتسب ركلة جزاء، يعتبر أن كريستيانو كان يمثل. أمتيتي وضع ذراعه أو وضع يده على كريستيانو. الحكم اعتبر أن رونالدو بالغ في سقوطه، بحث عن ركلة جزاء وبعد ذلك أخرج له الإنذار الثاني ليخرج مطرودا في هذه المباراة بدلا من أن يحصل على ركلة جزاء ولتكون الإثارة أكبر في هذا الكلاسيكو وما أدراك ما الكلاسيكو. المباراة التي كل مشجع يحلم بمشاهدتها، بحضورها، بمتابعتها، كل معلق يأمل في التواجد فيها، كل محلل يأمل أن يكون في أجوائها.